الفرق ما بين بالون المعدة كبسولة المعدة وما بين عملية التكميم؟ في الأول إنه الكبسولة أو البالون بيتحطوا في كاتيجوري لوحدهم في نزول الوزن مختلف شوية عن التكميم. بمعنى الكبسولة أو البالون الدور بتاعها إنها تنزل 10 ل 15% من الوزن. يعني لو أنا وزني مثلا 100 كيلو يبقى أنا هنزل 10 ل 15 كيلو. عملية التكميم بتنزل 60 ل 80% من الوزن الزايد، فمعدل النزول معاها اكبر شويه من الاثنين دول. الكبسوله الذكيه بتركب من غير لا منظار ولا تخدير، هي اوفيس تكنيك، انت بتركبها في العياده. كل اللي بتحتاجه كوبايه ميه او ازازه ميه تبلع بيها الكبسوله فتنزل جوه المعده وتتملي، وبعدين يتشال الخيط بتاعها اللي اتملت بيه. في حاله بالون المعده انت مضطر تدخل المستشفى تعمل تحاليل طبعا عشان هتاخد تخدير، هتعمل المنظار وتركبها، وبعد 6 شهور هتاخد بنج تاني البالونه بمنظار تاني. في كبسوله المعده انت مش محتاج تعمل كل الاجراء ده. طب هل الماتيريال بتاعتها مختلفه؟ الحقيقه هم قريبين من بعض، لكن خلينا نقول الانوفيشن في الكبسوله مختلف شويه، ان الماتيريال بتاعتها يعني خلينا نقول حنينه قوي على المعده بحيث ما تعملش اريتيشن جامد، لكن اول يومين 3 طبعا بيبقى فيه احساس بالفولنس او احساس بالامتلاء مع ميل للقيء شويه في وجودها. عشان كده بندي شويه ادويه نحضر بيها المرضى قبل ما يركبوها.